ما على باليش من قبل اسك رحتوا للغرب الجزائري وكليتو بركوكس بالتعمير يا ودي واحد البنه. السلام عليكم. بمناسبه يناير اليوم درت لهم بركوكس بالتعمير على طريقه الغرب يا ودي واحد البنه بنين بزاف ساهل ماهل وبنتو كالعاده لهبت عندنا. الحاجه الاولى اللي نديروها في طنجره تكون كبيره درت شويه تاع الزيت مرصوات تاع الدجاج درت البصل الطوماطيش الزروديه التوابل والثوم وربطه تاع حشيش وزيت كراطوس وزدت معاهم من الملح وعود قرفه وحطيتهم يتقلاو مليح. بعدها نجي ندير لهم زوج مغارف كبار كالعاده لا طوماط كونسونطري من عند عمور اللي راح تزيد لنا بنا البركوكس تاعنا. نمرقهم مليح بهذه الطريقه المقادير بالتفصيل مكتوبين تحت الفيديو ونحطهم فوق النار يطيبوا. هنا في اشوار درت ربطه تاع الحشيش معاها الراس تاع الثوم ونرحيها مليح بهذه الطريقه. دوك تشوفوا واش حنستخدموها ونروحوا نخدموا التعمير تاعنا في قصعه صغيره درت فيها الفيونداشي درت فيها مغرف كبيره تاع هذاك الثوم مع المعدنوس اللي كنا رحيناه وبلا ما نساو السميد يكون محمص السمن توابل زوج مغارف كبار تاع الماء ونديروا لهم البيض وزدت لهم صفار البيض. المهم كل حاجه بالتفصيل مكتوبه تحت الفيديو. هنا نعجنهم مليح ونجي نديرهم دي بوده هكذا في دي بابي فيل نثقبهم بهذه الطريقه ونحطوهم بجهه. هنايا بالنسبه للبركوكس تاعي انا ديت هذا البركوكس يكون مفتول. البركوكس لازم يتشلل زوج خطرات بعدها نخلوه ينشف مليح نعاودو نفتحوه نديرو فيه الزيت ونديروه يفور التفويره الاولى نرشوه شويه بالماء ونديرو المغرف كبير من هذاك المعدنوس مع الثوم ونديروه يفور التفويره الثانيه ويكون واجد. هنا لاصوص لازم نرحيها نحي واش لازم نحي ونرحيها مليح. هذاك المعدنوس مع الثوم اللي قاعد نزيد له زوج غرارف من هاد لاصوص اللي رحيناها وهذاك التعمير نكمل نحطو يطيب في هذيك لاصوص. بعد ما يطيب نقسموه بهذه الطريقه ونديروا لهذيك لاصوص نحطو فيها العقده تاع هذاك المعدنوس والثوم اللي كان قاعد لنا نضيف عليهم البركوكس ونخليهم يطيبوا مليح. نفتت الدجاج ونقدمهم بهذه الطريقه وبصحتكم.